اسمع لي كويس وما تقطعش الفيديو، لأن اللي هقوله لك مش قصة، ده شيء مش جديد، حصل لناس كتير قبلك وممكن يحصل لك الليلة. في لحظة غريبة قبل النوم بثواني، الأوضة بتسكت فجأة والهوا يبقى أتقل، كأن المكان نفسه بيحبس أنفاسه. في اللحظة دي الكيانات اللي حوالينا بتبدأ تتحرك ببطء، وكأنها كانت مستنية التوقيت ده بالظبط. ناس كتير قالت إنها شافت ظلها واقف عند باب الأوضة، بس المريب إنه مش واقف زيهم، كان مميل راسه كأنه بيراقبهم وهم نايمين وبيستنى أي غلطة. وفي ناس بصت في المراية بعد الساعة 3 وشافوا انعكاسهم بيبتسم قبلهم، ابتسامة بطيئة جدا مش طبيعية، اسمها ابتسامة ما بعد الانعكاس. ولو حصلت لك فده معناه إن في نسخة منك بتحاول تطلع وتاخد مكانك وتعيش بدالك. وفيه صوت أغلب الناس حاولوا يتجاهلوه، نفس نبرة صوتك، ينادي اسمك بصوت خافت من مكان قريب قوي، لدرجة إنك تحس إن حد واقف وراك. وده مش هلاوس، ده كيان بيختبرك، عايز يعرف هل سمعته ولا لأ. ولو في يوم قمت بالليل تشرب مية والنور خافت وحسيت بخطوات بتمشي وراك، أرجوك ما تبصش وراك، لأن أول ما تلف اللي واقف هناك هيكون جاهز ويبصلك بالمنظر اللي عمرك ما هتنساه، منظر هيفضل لازق في عقلك لبقية عمرك. النوم مش آمن والوحدة مش آمنة، والليلة يمكن يكون دورك. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان ما تفوتوش أي حاجة من قصص الرعب.